كاش ما نهار شفت الجيش الجزائري حقر الشعب جامي. لا 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 الجزائري الجيش هذه نشهد لك فيها صراحة. الجيش الجزائري ما يحقرش صراحة. الجيش والله. الجزائري شوف خليني نقول لك هذه الإيجابية في الجيش الجزائري. الجيش الجزائري يعني ما عندوش هذيك حقره وكذا كيما لا بوليس يضرب بالكف ولا مطرق. الجيش الجزائري القتل ديريكت، يبعثك الاخره، يبعث ربه للواد، يبعثك لدار الاخره. 4 مليون محوهم من على الوجود. الجيش الجزائري يحقر. الجيش الجزائري ما عندوش الوقت هذيك تاع يضرب بالمطرق والكف ومنها. يا في تمارس وفي الشعاع الجمركي هذاك بين تبسه مغنيه منا الجنوب طين زواطين القرطاس ياكل النحاس. ما كانش هذه يحقرك ومازال ويحكمك ويضارب معاك ومنها. يبعثك لربي تتحاسب. المهم انتم ما فهمتش وش هو تفسيركم للامن. هذه فهمها لي برك يرحم بابك. وش هو تفسيركم للامن؟ انا عندي نعمه الامن والامن. شوف انا عندي تفسير في الامن خويا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان له قوت يومه وامنا في سربه كانه ملك الدنيا وما فيها. انت تعرف الدين الحديث شوف كلالو الرحمه نتاعو. الحديث شغل دخل ما نعرفش معليش علمني ما نعرفش معليش ها شوف انا روحك هاك يا رب العالي. قلت لك عبد الرحمن مجدوب مع كل احتراماتي لك يا شو هذا راه مثل قالوه مانيش عارف روح دير سبور ولا دير الجيم ولا الله غالب. مثال قالوا شيخ من شيوخ الجزائر قال لك سافر تعرف الناس وكبير القوم طيعوا كبير الكرش والراس. الكرش والراس بنصف الاسبوع. اقسم بالله مع الله غالب سيدنا هذا عبد الرحمن مجدوب قالها. اسمعني شوف دقيقه هاك جاوبت على روحك كي قلت باللي من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا وما فيها. طيب معليش اللي راهو يرقد في الكوزينه كيفاش؟ اللي ما عندوش يعني ما عندوش وين يرقد يعني ما كاش يرقد تحت الزنك وعنده الحق انه يدي سكن. الامن هو امن الغذاء. هو امن الغذاء. اسمع امن الغذاء يملك قوت يومه. الله يرضي عليك اسمح لي في هذه برك. في الجزائر الناس موش كاع كيما انت الله يبارك عندهم الكرش والحنوك ومن انت راك ما شاء الله راك باين بلي انا من عائله فقيره سقلب والله. انا من عائله فقيره. الناس في الجزائر والله العلي العظيم والله يعني يخدم 30 يوم بصح موش فاهم علاه واش راه هو يخدم. اسكو هذه دوله هذه كيفاش تخدم 30 يوم تخدم 30 يوم وما تقدرش تاكل وتشرب. خلينا يشغل ضرب من الخيال. ايماجيني 30 يوم من 8 تاع الصباح ل 5 تاع العشيه ومن بعد في نهايه الشهر شغل تلقى روحك شغل ماكش تاكل مليح. ماشي ماكش تحوس ولا تشري ذهب ولا تشري طوموبيل ولا تخمم باش تبني ولا تشري دار ولا لا غير باش تاكل برك ما تقدرش. شوف استقلب نقسم لك بربي وكتاب ربي قسما بالله الاله العظيم البروبليم ما راش في الدوله ما في الشعب. اسمعني الناس اقسم لك بالله الاله العظيم كانوا ساكنين في فوضوي. اسمعني مليح كانوا ساكنين في فوضوي. هذا كونت تاعي جديد راني غير كيما فتحته. اسمعني خلينا نتكلم معك محمد ومن بعد دير لا بيبليسيتي في كونت تاعك. راني في اللايف تاعي خويا نهضر واش حبيت وندير لا بيبليسيتي اللي حبيت خويا. انت اللي جيت عندي ماشي انا اللي جيت عندك. سقلب نقسم لك بالله كانوا ناس ساكنين في فوضاوي عطاوهم سكاني باعوا سكاني ولاو الفوضاوي. هنا غلطه تاع الدوله ولا تاع الشعب؟ الرب العالي علاه جاي انسان مغفل صراحه. يا محمد ماشي مغفل. اسمعني تحيا الجزائر الرب العالي. اسمع عمي تبون اسمع شوف الجيريان اسمع الفتنه ودز معاهم. خليني نهضر يا الاخ. هضرت معك بزاف مالك. كاين ناس يموتوا في البحر باش يلحقوا لفرنسا ولا يلحقوا لبريطانيا. ناس تموت في البحر. وكاين ناس فرنسي عنده باسبور فرنسي وزايد في فرنسا ومتربي في فرنسا وتلقاه لا خدمه لا والو بايت في الزنق يبات تحت القناطر يبات تحت البريتش. هو فرنسي ولا انجليزي ابا عن جد عنده باسبور احمر وكذا منا وتلقاه يرقد تحت البريتش ويضرب تشكا ويظل خابط ومنا وعنده باسبور احمر وانجليزي. وكاين عباد يموت يتمنى يلحق لبريطانيا ومن بعد كي يلحق لبريطانيا يخدم ويكسب ساكن ويولي انسان يدور بالمرسيدس ويدور باخر عيطه وكذا والله يكسبوا حتى عشرات السكنات. جاوا البارح من سوريا ويجوا من الجزائر ويجوا من بلدان هكذا. وواحد انجليزي ابا عن جد
يدروكي راقد تحت البريج، هوملس بدون مأوى، بدون مأوى. يعني اسكو لافوت تاع بريطانيا ولا لافوت تاعو هو؟ لافوت ماهيش تاع بريطانيا. عنده اقوى جواز في العالم، عايش في اقوى دولة في العالم، اقوى عملة في العالم. يعني على كل الاصعدة بريطانيا قوية. لافوت تاع بريطانيا ولا لافوت تاع هذا السيد هذا اللي راهو يدروغي وراقد تحت البريج هوملس. هاهم قدامي دركا، هاهم تحت البريج هنا راقدين بريطانيين، سيرتو في الكريسماس. في الكريسماس يجوا يرقدوا هنايا باش يعطوا لهم دراهم، هذو سمع طلع دروغو منا. يعني وانا جاي من الجزائر، عندي طوموبيل وساكن في الدار ومنا ونبات في الدفا وكذا، عادي جدا. اسكو لافوت تاع بريطانيا ولا لافوت تاع هذو الناس اللي راهم راقدين تحت البريج؟ علاش قلت لك قاعد نعاود لك هذا غافور اللي يهبط دركا، قاعد نعاود له في المثل تاع عبد الرحمن مجذوب كي قال باللي سافر تعرف الناس وكبير القوم طيعوا، كبير الكرش والراس بنص فلس بيعوا. كرشو دايره هكذا يتشبه للمسؤولين. اخي المسؤولين هكذا يجوا كروشهم كبار وريصانهم منفخين، ويجوا حيوانات هوايش ما يفهموش ولا شغل تعيا تفهم فيه ما يفهمش. الكاهل الجزائري هذا اللي في الاداره يعني تفني حياتك وانت تعطيه في طريقه يعني بسيطه في التسيير، والو ما يفهمش. الكاهل عنده تغنانت، يموت على التغنانت. هذا اللي كبير الكرش والراس اللي كان هنايا قال لك على ما تتكلمش على الايجابيات، قال لك السياسه الخارجيه. يا خوتي غير البارح برك راهي شنغهاي، منظمه شنغهاي دارت هكذا التبون ساك كيف على بالك باللي السياسه الخارجيه تاع تبون في تاريخ الجزائر ما داتش لبلادنا الكف كما في وقت تبون، قسما بالله يا خوتي. ومش جوزافا ولا من راسي راني نهضر، ولا بالارقام الحاج وبالادله كاع. البريكس ساك امشي. الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ساك امشي. عضويه الاتحاديه الجزائريه لكره القدم في الكاف ساك امشي. طريق الحرير نيجيريا الجزائر ساك امشي. الاتحاد الافريقي والتصويت يعني والمسانده السياسه الخارجيه الجزائريه والسياسه ساك. يا ودي الكفوف اللي راه يدي فيهم هذا تبون هذا والله ما تداو في تاريخ الدوله الجزائريه. يعني بلاد مغيبه بأتم معنى كلمه، صح؟ وزيد واش ولاو يتعداو علينا بالهضره. بكري ما لم نكن نهان، دوك رانا نهان. يجي واحد يقول لك قبول الجزائر يكون بقبول الدول في البريكس يكون بثلاث شروط. شوف الإهانة يا خوتي. عباك بلي هذه سابقة في تاريخ الجزائر، على بالك هذه راهي كارثة يا رب العالي. الهيبة لافروف بوبو، الهيبة وزن ثقل ثقل الدولة في المنطقة وتأثيرها السياسي، والهيبة والسياسة سياسة الدولة في الفلونتوراج جيوبوليتيك، يعني في الانتوراج تاعها. ومن بعد شكون اللي تم اختيار مصر السيسي يشكوبي مصر، وشكون اثيوبيا امارات خوتي، امارات ايماجيني امارات تهدد الجزائر. شوف لخبط باربريز هذاك يدي يخرجها من باربريز. امارات يزح، امارات يشكوبي. على بالك باللي حنايا كي كانت الامارات كثبان رمليه كان عندنا 10,000 كيلومتر سكه حديديه، 10,000 كيلومتر سكه حديديه. كان عندنا قرابه 100 مطار. كي كانت الامارات مازال صحراء. في 57 كانت الجزائر يعني عضو في الاتحاد الاوروبي، يعني دوله تابعه للاتحاد الاوروبي. امارات يشكوبي 2023 امارات هددنا وتفرض علينا عقوبات وتحجز اموال لبعض الشخصيات. امارات يشكوبي امارات في السبعينات وفي الثمانينات كانوا مازال ما دخلت حتى طوموبيل للامارات. كان الامير زايد ويتنقل بالبعير
يدور بالبعير في الكثبان الرمليه هذه. طوموبيل ما كانش. حنايا في 59 كان عندنا مصنع رونو. في 59 عام 1959 عندنا مصنع رونو في الجزائر. يعني بابا الله يرحمه كانت عنده ايركات في عامها ايركات في عامها. يعني جزائري كان نورمال يشري طوموبيل هذاك الوقت كي كان الاماراتي يدور في البعير مازال ما يعرفوش اصلا بلي كاينه حاجه اسمها طوموبيل سياره. ومنا حنا ديجا راه عندنا لوطوروت وعندنا الكودرون وعندنا الطوموبيلات وعندنا مصانع للسيارات. يا رب العالي، مصنع للسيارات. دركا دار